السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة للجميع. هنستكمل مع بعض أسعار العملات المصرية القديمة. بس قبل ما نتكلم عن عملة النهاردة عايز أقول حاجة، مش كل عملة قديمة بتجيب فلوس. يعني 2004 والتسعينات 92 و 93 ما بيجيبوش فلوس لأنهم متوفرين، عشان معظم الناس بتبعت ومعتقدة إن الحاجات دي بتعمل سعر. الحاجات دي ما بتجيبش فلوس حاليا لأنها متوفرة وكتيرة. النهاردة هنتكلم عن 1 جنيه تم إصداره سنة 1967 بالشكل اللي حضراتكم شايفينه اهو، توت عنخ آمون، ومكتوب عليه 1 جنيه، جنيه مصري، إصدار 1976، البنك المركزي المصري. وده الظهر بتاعه بالشكل ده. الجنيه ده قليل شوية بس متواجد، وفي حالات احسن من اللي في ايدي ده، لان اللي في ايدي ده يعني حالته 50%، لكن التاني انا شفت كذا واحد منه حالة الزيرو ما شاء الله. يعني كل ما العملة الورقية بتبقى جديدة وماسكة نفسها وحالتها ممتازة، كل ما بتجيب فلوس. وحضرتك اللي بتطلب اللي انت عايزه مش التاجر، بس المهم تكون العملة دي مطلوبة، يعني ما تكونش متوفرة كتير في السوق، يكون عليها طلب، يكون الناس عايزاها. زي ما حضراتكم شايفين ده عملة ال1 جنيه بالشكل ده. تمام. العملة دي بتعمل لها من 2000 ل 3000 جنيه، ما بتزيدش الا لو زيرو، ممكن تزيد 1000 جنيه على حسب حالتها. تابعونا وتابعوا كل جديد على التيك توك محمد حكيم، لايك ومتابعة، وعلى اليوتيوب اسم القناة محمد حكيم بورسعيد، او ادخل على صفحتي على التيك توك هتلاقي علامة اليوتيوب، بدوس عليها هتدخلك على صفحتي الشخصية. اعمل اشتراك وشاهد الفيديوهات، واشكركم واشوفكم على خير.